محمد أبو تريكة، الماجيك وأسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية. أبو تريكة هو أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، إنه رمز رياضي وإنساني بلمسات ساحرة ومواقف إنسانية جعلته أيقونة تتخطى حدود الملعب. ولد في 7 نوفمبر 1978 بقرية ناهية في محافظة الجيزة، وبدأ رحلته الكروية من الأحياء الشعبية وصولا إلى قمة المجد المحلي والدولي. البدايات ومسيرة الصعود. بدأ أبو تريكة مسيرته في نادي الترسانة، حيث لفت الأنظار بمهاراته الاستثنائية وأهدافه الحاسمة. في عام 2004 انتقل إلى النادي الأهلي، وكان هذا الانتقال نقطة تحول كبيرة في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث أصبح النجم الأول للنادي. إنجازاته مع النادي الأهلي: 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013. 7 ألقاب الدوري المصري الممتاز. 4 ألقاب كأس السوبر الإفريقي. 5 ألقاب كأس السوبر المصري. 2 كأس مصر. ساهم في حصول الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية عام 2006، وكان له دور مؤثر بأهدافه الحاسمة وتمريراته الذهبية. إنجازاته مع منتخب مصر: قاد المنتخب المصري للفوز ببطولتي كأس الأمم الإفريقية عامي 2006 و2008. سجل هدف الفوز التاريخي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008 أمام الكاميرون. سجل أهدافا حاسمة في تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا، مما جعله لاعبا لا ينسى في اللحظات المصيرية. أهدافه في الزمالك: سجل 13 هدفا في مباريات القمة، مما جعله الهداف التاريخي للديوربي المصري. احتفاله تعاطفا مع غزة 2008 حزين. رفع قميصا كتب عليه تعاطفا مع غزة بعد تسجيله هدفا في مرمى السودان خلال كأس الأمم الإفريقية، ليظهر تضامنه الإنساني مع القضية الفلسطينية في موقف نال احترام العالم. مواقفه الإنسانية: عرف أبو تريكة بتواضعه وإيمانه بأهمية العمل الخيري، حيث كان يساهم في بناء المستشفيات والمدارس ودعم الأسر المحتاجة بشكل مستمر بعيداً عن الأضواء. عرف برفضه مظاهر الغرور، وكان مثالاً للاعب الخلوق داخل وخارج الملعب. الألقاب الفردية: أفضل لاعب في إفريقيا داخل القارة أعوام 2006، 2008، 2012، 2013. هداف دوري أبطال إفريقيا عامي 2006 و2012. هداف كأس العالم للأندية عام 2006 برصيد 3 أهداف. تم اختياره ضمن أفضل 11 لاعبا في إفريقيا عدة مرات. اعتزاله وتأثيره بعد الرحيل عن الملاعب: في عام 2013 أعلن أبو تريكة اعتزاله كرة القدم بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا مع الأهلي للمرة الخامسة، ورغم اعتزاله لا تزال الجماهير تهتف باسمه في المدرجات حتى اليوم. أبو تريكة رمز خالد. لم يكن أبو تريكة لاعبا عاديا، بل كان نموذجا للرياضي المثالي الذي جمع بين المهارة، الأخلاق، والمبادئ. اسمه سيبقى محفورا في ذاكرة كرة القدم العربية.